سولتك شكون هما اخطر زعماء المافيا في العالم، غتقول لي الروسيين الايطاليين ولا الامريكانيين. ولا قلت لكم اخطر زعيم مافيا في العالم هو مغربي اللي باع اطنان من الكوكايين في اوروبا وقام باخطر عمليه اغتيالات استهدف فيهم هولنديين وايرانيين. حتى الجريمه اللي وقعت في مقهى مراكش اللي مشى ضحيتها شخص بالخطا هو السبب فيها. يلا تعرفوا شكون هاد خونا. ضرب شي 4 ديال اسود الاعيره ناريه اللي سمعنا. بنت جاتها في جنبها، الدري جاتو في فخدو، والثالثه زقلات، هذاك الرابعه جابها ليه في راسو. خونا اللي غادي نهضروا عليه اليوم سميتو رضوان التاغي، ماشي من مافيا ديال السيوفه والمطراك. الاقتتالات اللي كان كيديرهم رضوان ما تخليش طرزان يدور به. تزاد سنه 1977 باب برد في الشفشاون، وبسبب الميزيريه اللي كيعيشوا والديه غتجي واحد الفرصه التي لا تعوض، الهجره الى الديار الهولنديه سنه 1980. الرحله من المغرب الى مدينه اوتريخت، وهذه المدينه اغلبيه فيها مغاربه اللي غيسهل على خونا باش يتاقلم فيها الزربه، وحتى اللغه ما كاش عنده فيها مشكل بحكم انه مشى تما مازال برهوش. وبعض المصادر كتقول باللي السلوك ديالو غيتبدل في سن 14 بسبب الحاله الماديه اللي كان كيمر بها الاب ديالو. وفي الصغر ديال رضوان كان عزيز عليه الماطر، وبسبب الهوس ديالو حياته غتبدل. واحد الفرقه كانت في اوتريخت كانت سميتها باد بوي، وهاد الفرقه كتبيع وتشري في كل ما هو حرام، حشيش، كوكايين، سلاح ما كيهمش باش ما. وهاد العصابه كان كل واحد فيهم عنده موطور، هو مسخوط في هاد الهيت، وهذا الشيء اللي خلاه يقرب ليهم ويحاول يدير بلاصتو باش يخدم معاهم، يجمع شويه د الفلوس ويشري عشقو الممنوع. خونا جن دخلهم دخله ناضيه، والعصابه تاقت فيه. بما انه عزيز عليه الماطر قررت العصابه انها تشري ليه موطور ويبدا يفرق به على العصابه اللي كاينه في اوتريخت. خونا دول الحركه، العاقه داخله خارجه، فلوس وجدات. داك النهار رضوان مشى لواحد لابواط، جالس مع راسو، فلوس موجوده كيف تكفيها. واحد خونا جا حكى عليه، مغاربه نفسهم حاره. رضوان هز قرعه هبط عليه للراس، فيدور شدو، البوليس جاو غيضربوه ب4 شهور. اول مره غيتشد رضوان والتهمه هي الضرب والجرح. ومن بدايه انحراف مع الباد بوي غتكون الوجهه الى الاحتراف، وديك المده اللي غيدوز في الحبس واخا قصيره غادي تبدل ليه حياته 180 درجه. تما غادي يقدر يتعرف على بزاف د المغاربه والجزائريين في الحبس، وغادي يكون معاهم علاقه في الدومين ديالو. ومن هنا غادي تسالي خدمته مع الباد بوي، وغادي يقرر يدير عصابه راسو اللي غادي يولي يشري السلعه ويبيعها لراسو. وبما انه ريفي ما كاش عنده مشكل في السلعه، الكاليتي بريمير هو الاول اللي غياخدها. والباترونات ديال هولندا ولا بالنسبه لهم هو الكرو بسبب كميه الموت اللي عنده. رضوان ما بقاش كيهمو ديك شويه د الفلوس اللي كيدخل من الحشيش ولا باغي يلعب كبير. اش غيدير؟ غادي يبدي يبيع ويشري في الكوكايين من كولومبيا. وبالنسبه للمشكل ديال الديوانه باش تستسلها ما كانش عنده مشكل. الديواني كان عنده جوج ديال الاختيارات، يا ياخذ الفلوس وتدخل السلعه يا غيموت وغياخذ واحد اخر الفلوس وغتدخل السلعه. حتى لهنا متفاهمين. عارفكم باغيين تعرفوا العلاقه ديال رضوان مع هاد خونا اللي تقتل في مراكش. غاب بلاتي انا جايكم. رضوان دخل السوق الكبير في هولندا، يعني غتولي عنده اعداء ومنافسين. وانا رضوان كبر عليه الفيلم، ما غاديش يبقى يقدر يحمي راسو، خاص يكبل العصابه ديالو. وبالفعل كبل العصابه ديالو وسماوها ملائكه الموت. والدور ديال هاد العصابه هو الاغتيال. الا حكيتي عليه عارف راسك غادي تمشي، ولكن لكل بدايه نهايه. سميت رضوان التاغي غادي تبدا تورق للبوليس. من واحد العمليه رضوان غادي يكبتها، غيمشي لكولومبيا وغيدوموندي 40 طن ديال الكوكايين باش توصل السلعه. ماشي مشكل، رضوان عنده صحيبو في الديواني يدخل السلعه، حسي مسي ما كاش مشكل، تايق فيه مزيان. الديواني يا اما يخدم مع رضوان يا اما يخدم مع مافيا اخرى. الديواني غراتو الكميه اللي داخله فيها فلوس كبيره، غيتفاهم مع عصابات اخرين وغيطرطي معاهم القضيه. غيعيط لرضوان التاغي غيقول ليه السلعه تشدات. رضوان ما تسرطاتش ليه، بقى شكون غيكون بيع بيا. وينقص الديواني يقول ليه واحد صحيبي هو اللي شاك فيه. رضوان غيصيفط جوج غيساليو مع داك خونا. ما علينا، جوج قرطاسات تيراو، الجيران ديكلاراو، البوليس على القرص، خوتنا ركبوا على الموطور، براكاهم بوليس السلام السلام. عطونا الوريقات ديال الموطور، قالوا ليه ما عندناش وراقي. قلبوهم لقاو عندهم فردي، وبما انهم قراب من الدار اللي مات فيها خونا وهازين فردي، اذا نتوما اللي قتلتوه. داوهم للكوميساريه، شكون نتوما، علاش قتلتوه، شكون صيفطكم. في الاول ما بغاوش يقروا، قال لهم البوليسين نتوما حاصلين غير قولوا لنا شكون صيفطكم نخفوا عليكم الحبس، وحتى الا كنتو خايفين منه غنصيفطكم للحبس في دوله اخرى. وهنا غتجبد اول مره سميت رضوان
التشاغي. رضوان بما انه عنده مع البوليس، خوتنا هزوا التليفون ووصلوا ليه الخبار في البلاصه. بما ان القضيه حماضت، رضوان غيهز حوايجه وغيطير لبلجيكا، تما غيدير عمليه تجميل اللي غادي يغير فيها الملامح ديالو كامله. واحد النهار غيعيط ليه واحد من العصابه ديالو، غادي يقول ليه باللي الطابع ديال السلعه اللي جبنا من كولومبيا كيشبه. هنا رضوان غادي يعيط للعصابه ديالو، غادي يقول لهم حضروا في عين المكان دابا. العصابه شدوا الديواني دخلوه لواحد الفيلا. جا رضوان دخل عنده قال ليه يا غتقول لي السلعه لمن بعتيها يا غادي تموت. الديواني عارف رضوان ما كيلعبش، وهو يقول ليه بعتها على 4 الاجزاء، يعني 2 للمغاربه و2 للهولنديين، يعني 4 البارونات المخدرات في هولندا. رضوان مشى عند الهولنديين قال لهم ردوا لي السلعه، بجوجهم ما بغاوش. في البلاصه غادي يسالي معاهم. شكون باقي؟ 2 ديال المغاربه. واحد مشى عند رضوان تفاهموا هو وياه، قال له شوف غادي نبيع السلعه، غناخذ الباي ديالي وغنعطيك الرباح. شكون اللي غيبقى مغربي واحد. خونا مصيفط ليه 2 في المغرب باش يصفيوها ليه. خوتنا جاو للمغرب عطاو الخبر باللي جالس في القهوه المعلومه. من ظهروا ديك النهار القهوه كانت عامره. جا واحد جلس هو وصاحبته في القهوه. خوتنا دوك الهولنديين جاو بالتيماكس في البلاصه، سالاو معاه كيسحبوه هو خونا المنشود. رضوان تشهر بعمليه القتال اللي قام بها. هادشي اللي غيخلي المخابرات الايرانيه تشريه باش يولي يقوم بعمليه الاغتيال ديالها، ومنها غادي يولي مصنف من اخطر الارهابيين في اوروبا. وغادي تخرج السلطات الهولنديه وغتحط عليه $1,000,000 لاي واحد يعطي عليه غير معلومه بسيطه باش يلقيو القبض عليه. رضوان حس بالقضيه حامضه عاوتاني، غيمشي تاني لبلجيكا وغيدير عمليه ثالثه ديال التجميل باش يبدل الملامح ديالو، ومن تما غادي يعلق للامارات. والغلط الوحيد اللي دار هو كان كيسحب الهاتف ديالو ما عمره غادي يتخترق، ومن تما غادي يطيح عليه الانتربول، وانتربول غتعلم السلطات الاماراتيه باللي رضوان اللي كيقلبوا عليه ها هو فين كاين، وغيلقاو عليه القبض بسبب الادريس IP ديالو اللي كاينه في التليفون تاعو. وهنا غتسالي قصتنا مع رضوان التشاغي.